إذا بقولكم قديش هالأكلة طيبة رح تصدقوني ولا لا؟ أكيد رح تصدقوني لأنها بدون لحمة وبدون دجاج وما بتاخد معاكم وقت بالتحضير، يا دوبك 10 دقايق من وقتك بتكون أطيب أكلة ممكن تجربوها بالبتنجان صارت جاهزة. يا جماعة خلينا نكون متفقين واكتبوا لي هذا الشي بالتعليقات إذا أنتوا بتأيدوا رأيي أو لا. أي وصفة بيدخل فيها البتنجان فهي قصة بيت شهي، فضروري هالوصفة تجربوها وركاد هلأ بعد ما تحضروا الفيديو ومحضروا مكوناتها واعملوها لأنكم رح تنبهروا فيها وكمان تصير من أساسياتكم. فكالعادة ننزل على التعليقات نصلي على الرسول حتى أكسب أجر أنا وإنتو. أيضا تحطوا لي لايك لهذا الفيديو فضلا ليس أمرا، ونقول بسم الله ونبدأ. في البداية وكيف ما عم بتشوفوا معي عندي هون حبتين من الباذنجان حجم وسط. كل شي عملته اني خزقت الباذنجان تمام، وحبدأ اشويه على الغاز عادي جدا او اشويه بالطريقة اللي انت متعودة عليها بالفرن كيف ما بتحبوا. للناس اللي ما بتعرف تشوي الباذنجان او اول مرة راح تجربوا، احنا بنحطه على عين الغاز وبنضلنا نقلب فيه ليطرى معنا، بياخد معك من 7 ل 8 دقائق. وبمجرد ما غزيتي فيه السكين بهذه الطريقة اللي واضحة قدامكم يكون معاكم طري على الآخر، وتقريبا هو لو كان حجم الباذنجان أكبر مش رح ياخد معاكم وقت كتير. على طول أول ما بشيله عن عين الغاز بحطه بتبروير محكم الإغلاق تمام، وبعد هيك بكتمه مزبوط شي 10 دقائق لحتى السخونة تفك كل القشرة. هيك بيتقشر معاكي بكل سهولة وبكل رواق. في ناس بتحب تغسله على الحنفية بينفك معها، بس برضه بغلب لا، بهاي الطريقة كتير أسهل. هلأ التبروير اللي عندكم لو كان مش محكم الإغلاق ممكن تحطوه بطبق وتكتموه بكيس أو بجيلاتين المطبخ تمام، وتكملوا الوصفة عادي جدا. بعد هيك لازم أغسله على تم الحنفية ليصير عندي نضيف بهذا الشكل، أتخلص من كليات القشور. بعد هيك رح أشيل القمع اللي فوق أتخلص منه تماما وببدأ أكسره بالسكين. أتمنى تعذروني على كل هالتفاصيل اللي بذكر لكم إياها، بس أنا براعي الصبايا الجداد اللي بتتعلم بالمطبخ وكمان الناس اللي بتتعرف على عاداتنا لأول مرة. المهم رح أقطع بالسكين كيف ما عم بتشوفوا تمام، والمفروض ما يكون معكم كتير ناعم ولا يكون في قطع كبيرة. بالطريقة والشكل اللي واضح قدامكم رح أشيله على جنب. بمقلى كبير رح أضيف شي 3-4 معالق من الزيت النباتي، ورح أنزل بحبة متوسطة الحجم من البصل. ببدأ أشوح بالبصل لحد ما تدبل معي. بعد هيك رح أضيف سنين من الثوم أنا عاملتهم لشرحات. رح أضيف حبة من الفلفل الرومي أو الفليفلة الحمراء، وممكن تضيفوا خضراء عادي جدا، ولو بتحبوا الحراق ممكن تضيفوا قرن من الفلفل الحراق. رح أبدأ أشوح بالمكونات، ومش المفروض الخضرة تدبل معي كتير. أول ما شوحتهم على طول رح أنزل ب3 حبات من البندورة أو الطماطم مقشرين معي ومقطعين لناعم. حبدأ أشوح فيهم كيف ما عم بتشوفوا معي تمام. بعد هيك مباشرة رح أضيف معلقة كبيرة من صلصة البندورة أو صلصة الطماطم. كل الموضوع ما بياخد معاكي 3-4 دقايق. كيف ما قلت لكم المفروض إنه الخضرة ما تكون معاكم متسبكة كتير أو مهروسة. بمعنى أوضح المفروض الخضرة تكون معاكي متماسكة وبنفس الوقت مستوية. بعد هيك رح أضيف ربع كوب من المي وبتركها لتتسبك مع الخضرة شي 3-4 دقايق، وما بخليها تنشف معي على الآخر، يعني شوفوا تكون معي فيها شوية صوص. بعد هيك رح أضيف الباذنجان وأبدأ أشوح بالباذنجان بالطريقة والشكل اللي واضح قدامكم. تقريبا كل القصة بتاخد معاكم 10 دقايق، ويفضل طبعا حرارة الغاز تكون عندك على أدنى درجة حرارة. رح أضبط الملح وأضبط الفلفل الأسود، ورح أضيف ربع معلقة صغيرة من البابريكا. هلا لو بتحبوا بهاي المرحلة إنكم تضيفوا نص معلقة كبيرة من دبس فليفلة، ولا أحلى ولا أطيب ولا أروع من هيك. هو للأمانة أنا بضيف بس اليوم ما كان عندي، لو موجود عندكم ضيفوا تمام. رح أضيف هيك يعني كمشة شوي، يعني شوي مش كتير من البقدونس، ورح أضيف شوي كمان قدر هيك يعني كمشة من النعناع الأخضر، إشي من اللي بيشتهيه قلبكم. هذا النعناع الأخضر اللي رح يعدل لك الطعم. واللي رح يضبط الطعم أكتر عصير نص حبة من الليمون أو حبة لو بتحبوا الموضوع مزز. ورح أضيف على الوجه معلقة كبيرة من دبس الرمان، ولا أحلى ولا أطيب ولا أروع من هيك. ولو وصلتوا معي لهون اكتبوا لي تم و10/10 يا ملك. أحبائي من النار على تمك دايركت، ما تستني عليها، مع العلم كتير طيبة باردة، ولكن رح تاكلوا بتنجان إشي من اللي بيشتهيه قلبكم. فينا نقول عنها إنها هاي حمسة الباذنجان. أحبائي ألف صحة وعافية مقدما، دمتم بخير وباي باي.